من الاخر هتنفع معاكي فطار او غدا او عشاء، وكمان هتنفع معاكي لللانش بوكس. يعني اللهم بارك، وفيه ومستكفيه. يعني بصي عايزه اقولك وصفه جميله جدا جدا. مكوناتها برضو مش هقولك سهله، مش ومش صعبه، حاجه كده ما بين متناول ايديكي. ممكن تعمليها يعني باقل كميه من المقادير بتاعتها، هتعملي ما شاء الله الطبق الجميل اللي قدامك دوت. عملت اللهم بارك الكميه الحلوه دي من مقادير قليله خالص، مش كتير. وطبعا عايزه اقول لكم وصفه جميله جدا جدا، وتستاهل ان انتوا تجربوها، وعلى طريقتي وعلى ضمانتي. تابعوا معايا الفيديو للنهايه وشوفوا عملنا وصف القمر دي ازاي، وكمان قد ايه طلعت جميله ومقرمشه وطعمها لذيذ جدا جدا. وزي ما قلنا هتنفع معاكي فطار او غدا او عشاء، وكمان ممكن تحطيها في اللانش بوكس للولاد لو ولادك بيحبوا الاكلات اللي من النوع دوت. تمام. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك في قناتي.